ملي تحط هاد القرعه ديال المونديال تشيلي الاقل من 20 سنه، وفاش تحط المغرب في مجموعه الموت مع اسبانيا البرازيل والمكسيك. عناوين الصحف كلها تقريبا كانت عندها جمله واحده: خروج مبكر للمنتخب المغربي. ولكن هذا الجيل ما جاش باش يشارك، جا باش يكتب التاريخ. بداو بالمطادور الاسباني، منتخب عنيد معروف بالاستحواذ ديالو، ولكن الاشبال ما خلوهمش يتنفسوا، فرضوا الاسلوب ديالهم وقدروا يربحوا بنتيجه 2-0. من بعد جا الدور ديال المنتخب البرازيل، ولكن في ماتش كبير اخر الاشبال اكدوا القوه ديالهم وقدروا ينتصروا مره اخرى ب2-1. المنتخب اللي كلشي توقع الخروج المبكر ديالو لقى راسو هو متصدر المجموعه ديالو، انجى دارو استحقاق. استمرت المهمه في الثمن النهائي وقدروا يتجاوزوا العقبه ديال كوريا الجنوبيه. في الربع المنتخب المغربي واجه منتخب امريكا اللي كيتعتبر خصم قوي ومنظم، ولكن المغرب قدر يفرض الهيمنه ديالو مره اخرى ويتاهل للدور المقبل. ولكن المنتخب اللي غادي نواجهه في النصف النهائي هو نفس الخصم اللي قصانا في الدوحه، ولكن هذا الجيل ما كانش باغي يعاود نفس الكابوس. قدروا ياخذوا الطائر ديالهم ويضمنوا التاهل الرسمي لنهائي كاس العالم. وحاليا حنا مع واحد الموعد كبير اخر، النهائي ضد الارجنتين. خطوه واحده فقط على المجد، خطوه واحده فقط على الحلم. فالتوقعات ديالكم، واش الاشبال قادرين يكملوا هذه المرحله ويتوجوا باللقب؟